المغربي عثمان دحو المعروف بلقب مروكينو تعرض لحادثة سير خطيرة أثناء التواجد ديالو في إيطاليا. كان مروكينو في رحلة عمل مع الصديق ديالو من تعرضات السيارة ديالهم للانقلاب. كانوا طالعين في أحد الجبال، وللأسف وقعت هذه الحادثة المروعة. حسب تصريحات ديال مروكينو فالسيارة تعرضت لأضرار كبيرة، وهو تصاب بكسر في القدم ديالو، والصديق ديالو تعرض ل10 كسور، وهو دابا في غرفة العمليات. نشر مروكينو على الحساب ديالو على الانستغرام مجموعة من ستوريات كيكشف فيها تفاصيل الحادث، وكيقول: تقلبنا في الجبال، كنت غادي نموت، السلعة كلها تقلبات، والطوموبيل تضغطات كاملة، وانا موعد في رجلي، ما عرفتش واش تفدات او لا تهرست. ماشي انا اللي كنت سايق، الدري اللي كان معايا هو اللي كان سايق، يعني الصديق ديالو. وبما ان سيارة الاسعاف جاتها صعيبة انها توصل داك الموقع الجبلي، تم استدعاء طائرة هليكوبتر كتحمل فريق طبي باش ينقلوا المصابين للمستشفى باش يتلقاو العلاج اللازم ديالهم. وكان طلب مروكينو الاخير في ستوري ديالو عبر الانستغرام انكم تدعوا مع الصديق ديالو اللي تهرس 10 ديال التهريسات، زعما راه كلاها ديال بصح، ودابا راه كيدير عملية، دعيو معاه الله يرحم لكم الوالدين.